في مسلسل لهاني سلامة اسمه نصيبي واسمتي. كل حلقتين بيجيب قصة مختلفة، منهم حكاية أنا مش قادر أبطل تفكير فيها. هاني سلامة كان اسمه رائد وعنده شركة كبيرة وناجحة، وحب يعرف ايه اللي بيحصل في الشركة من ورا ظهره. كان واثق جدا من ان الناس كلها بتحبه، بس كان عنده فضول يعرف ايه اللي بيحصل من وراه. فقرر ان هو يراقب الشركة بكاميرات صوت وصورة. اكتشف ساعتها ان كل الناس اللي كان بيثق فيهم ثقة عمياء بيتكلموا عليه وحش جدا من وراه، ومحدش بيحبه اصلا، عكس ما كان متوقع خالص. حتى الإنسانة اللي كان هيتجوزها طلعت طمعانة فيه، وكل الناس اللي كان بيثق فيهم في الشركة طلعوا من أساسه بيحقدوا عليه. فطبعا ثقته في الناس كلها انعدمت. انتوا متخيلين قد ايه بشاعة الموقف؟ واحد عايش في سلام وبيحب الناس كلها ومتخيل انهم بيحبوه برضه، ولما يفتش ويدور يكتشف ان هو كان موهوم. قد ايه حاجة صعبة ان الواحد يكتشف فجأة ان كل اللي حواليه لابسين وشوش حتى اقرب الناس ليه. عارفين ان القصة ديت فعلا ليها هدف وحكمة؟ هي ان ربنا مدينا نعمة كبيرة قوي، نعمة اللي احنا ما نعرفش ايه اللي بيتقال من ورا ظهرنا، نعمة اللي احنا ما نعرفش كل حاجة. المفروض كمان لما نشك ان في حاجة بتحصل من ورانا ما نجريش عشان نعرف هي ايه، عشان ما نتصدمش ونتوجع. الحمد لله على نعمة اللي احنا ما نعرفش ايه اللي بيتقال من ورانا، ولا نعرف ايه اللي جوه نفوس الناس. نصيحة مني، اوعى تجري عشان تعرف ايه اللي بيتقال من ورا ظهرك والناس مخبيالك ايه في قلوبها. خليك عايش في سلام احسن ومتخيل ان الناس كلها بتحبك.